يمتلك ناصيته زعيم من صناديد قريش له أمية بن خلف. لكن هذا الرجل حتى لا يعيش حياة العبيد ولا يعيش حياة التافهين من الناس، يتفانى في خدمة سيده في خدمة مولاه، ثم يأتي عليه ذات يوم يقبر. كيف بدأ حياته الحقيقية؟ وهذا درس تربوي على كل أبنائنا، بناتنا وآبائنا وأمهاتنا وإخواننا وأخواتنا، أن يتأملوا حتى نثبت باللي رانا في الحياة اللي لازم نتميز. لازمش نعيش حياة هكذاك فقط، لازم تكون عندنا بصمة في الدنيا هذه، لازم يكون عندنا أثر. الله تعالى يقول إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. فأين أثرك؟ اسأل نفسك. شوف بلال وهو عبد عند مولاه، ما كان أحد يعرفه، اسم والده رباح واسم أمه حمامة، ولا واحد يعرفه. الرجل مخمور، عبد أسود ذو 32 سنة، شاب في مقتبل العمر، مفتول السواعد، طويل القامة، لكن لا أحد يعرفه. بل من الذي يعرفه؟ سامحوني، المومسات يتغزلن به، العوائل يتحدثن عن قوته وفتوته. كل عاهل تريد أن تضاجع بلاد لما يمتلكه من قوة ولما له من سواعد مفتولة، لكن الرجل أبى هذه الحياة، دافع. يا شباب انتبهوا، اليوم هناك دوائر تريد أن توهم الشباب حتى يعيش تافه في الحياة ويعيش ما بين له ولعب ومظاهر كاذبة وتقليد الموضة، ويعيش بين الشهوات والمغريات والمخدرات واللهو واللعب. يسوق له الشباب في كامل صور الجمال، جمال الصور، شعر مسبوغ مخصوص بالنص، أو مشعقط السماء، أو مشي للخلف ولا مشي للشمال ولا للجنوب، أو مقصوص كسرونة أو مريض. هذا الذي يسوق لنا اليوم حتى يقتدي شبابنا بمثل هؤلاء التفاهين ويعيش تافه في يده. فهل أن سيدنا بلال أغراب هذه المظاهر والعواهر يتنافسن بشأنه؟ لا. ذات يوم وأمية بن خلف مع صناديد قريش في ليلة سمر يتسامرون، يعني يتسامروا شبنان جالسين، القينات يغنين والعبيد يسقون الناس الجلساء والندماء خمرا ويطعمونهم فواكه. هذه الحياة كما هي حياة الملاهي اليوم عندنا، وما أكثرها. الملاهي تنتشر في مدننا، في شوارعنا، في أماكننا الخلابة، أماكن السياحة عندنا الخلابة تملأ الملاهي، يرتادها بناتنا، يرتادها أبناؤنا، يرتادها أصحاب الأموال عندنا، يصرفون فيها
وسفاء ودناءة وقبح عياذ بالله. فناداه سيده أمية، ناداه بلال فسمع صوته وهو يصهر كالأسد. فسيدنا بلال كان في نفسه حاجة مش بتتكلم، ما أن ناداه بلال سمع صوته ويعرف أنه سيقول له الخمر يا بلال. فماذا قال بلال؟ الفاكهة يا سيدي. قال له فاكهة بلا خمر كطعام بلا ماء. لاحظ، من هنا بدأت حياة بلال. بدأ يجلس مع نفسه جلسات، يقيم ما يسمى اليوم في علم الاتصال. علم الاتصال كان واحد مفردة، مبدأ يقوم عليه علم الاتصال، واش يسموه؟ التواصل الذاتي. اللي يقرب علم الإعلام والاتصال يعرف هذه الكلمة، التواصل الذاتي. يجلس مع نفسه يقيم حوار داخلي. وش هي الحكاية؟ وش معناه؟ يعني أنا عبد خلقني الله، عندي رب خلقني، فكيف بهذا يطوعني في خدمته فيما لا قال الله؟ تخيل يحرك في نفسه، يعني ولات مهمتي كاملة، حياتي كاملة مختصرة في ماذا؟ أن أسقي الخمور للندماء، وأن يناديني عبد يقول لي يا فلان وأنا أقول له سيدي ومولاي. فما الذي حصل في حواره مع نفسه؟ قال هذه ما يجعل هذه ما يجعل كيف أعيش؟ أنا عبد خلقني رب، هو ما زال مسلما، لكن هذه الحياة رفضها، حياة ماذا؟ العبودية. وما أكثر وما أشد شيوع هذه الحياة اليوم، ما أكثر العبيد. كثير من الناس يعيشون عبيدا، يا إما أن يكون عبد لماذا؟ شهوات تحركه شهواته فقط، عبد للشهوات. وإما أن يكون عبد لهواه يحركه هواه، يدير اللي في باله، يدير اللي يحلال مبارك، ما يهموش الناس، لا يهمه شرع ولا يهمه منطق ولا يهمه قانون ولا يهمه احترام الناس ولا يهمه أن يرضى الناس ولا يهمه رب، هواه فقط. الله تعالى قال أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله. وهناك أناس عبيد لمال الغير. والنبي صلى الله عليه وسلم قال تعس عبد الدينار والدرهم، تعس عبد القطيفة والخميصة، تعس وانتكس، يدعو عليه هذا الإنسان الذي لا يتعرض إلا بالمصالح، لا يعاشر إلا من أجل المصالح، ولا يخالط الناس إلا 50-50. باقي خطير، عبد المصلحة، عبد المال، يعبد المال أينما كان، يبيع دينه، يبيع عرضه، يبيع والديه، يبيع أولاده، يبيع قيمته، يبيع كل شيء من أجل فرنك. وما أكثر بلال فكر. كاين ناس يعيش من شهواته، يضل ويقف في الطريق يعاكس في الطريق، ربما تكون اخته وما على بالوش في خبرة ثوران الغريب المحموم مسموم العياذ بالله، ربما تكون اخته يعكسها، ربما تمر عمته يعكسها، ربما خالته يعكسها.
تكون ابنته. والعياذ بالله وقع ذات يوم أن رجلا وجد نفسه في معاكسة ابنته عن طريق هذا ميساجر، يعاكس في وحدة، يتكلم معها وسط الحقيقة لقاها بنته. واش صح؟ وراك أقطع الفخ مقبولة هذا؟ أقطع في الفخ وراك تعكس بنتك. لو كنت تخمم بعقلك، لو كان لك عقل كتحط في بالك من يزني يزنى به. ديرها في بالك قانون، هذا قانون لله تعالى، من يزني يزنى به ولو بجداره. كنت هذا لبيبا تفهم. إذا تعكس بنات الناس دير في بالك وثيق بل سيأتي يوم تعاكس بناتك. إذا تعاكس نساء الرجال رايح يجي الرجال يعكس بناتك. ديرها في بالك مليح. فسيدنا بلال شاف هذه حياة التفاهه، حياة السفاله، حياة السقوط، يعني ما يقبلش على نفسه يعيش معك، ولذلك جعل الكفر يقيم حوار داخلي مع نفسه. انتبهوا يا شباب، راهم يلعبوا بكم يا جماعه، يا ابناءنا يا اخواننا، راهم يلعبوا بكم. راي هناك دوائر، هناك مخابر، هناك دول، هناك اموال تصرف من اجل ان تفسدكم عن دينكم، من اجل ان تبعدكم عن منهاج ربكم، من اجل ان تخرجكم عن قرانكم وعن سنه نبيكم. لازم الانسان يعيش بكرامه، ما تكونش عبد، تكون عبد لله فقط. ومما زادني شرفا وتيها وكدت باخلص اطر الثريا ماذا؟ ماهوش كي نلبس بونطاكور تاع جبل على بالي شنو اليوم، ماهوش كي نلبس تريكو اللي يلبسوا اللاعب هذا كان في ريو دي جانيرو. لا، دخولي تحت قولك يا رب، هاي اللي تشرفني، هاي اللي ترفع قيمتي، هاي اللي تخليني عبد صح. دخولي تحت قولك يا عبادي، وأن صيرت أحمد لي. أما أن تلبس لبسة، تلبسها ميزة، ولا تلبس حاجة تلبسوها في البطولة العالمية، ولا هذا كله أمور تافهة لا تسمن ولا تغني من جوع. يا شباب انتبه. فبلال رفض هذا الشيء. عيش عبد، أعيش عبدا لأحد لمخلوق شاف ابن يعيش حياته. ولذلك سيدنا بلال كونه رفض حياة العبودية وحياة أن يكون مملوكا لأحد إلا لله سبحانه وتعالى، كان بذلك أن رفع راية أحد. كيف كان إسلامه؟ يقول الرواد ذات يوم خرج في مكة والنبي صلى الله عليه وسلم مع أبي بكر في غار حراء، فمر وهو يرعى الغنم في غنم لعبد الله بن جزعان، فلما وصل إليه نادى رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل من لبن يا معلم؟ فقال له: والله ما معي إلا شاة فيها إناء، فإن أردت أن أثيركم بذلك وأثيركم بذلك فأفعل. فجاء بالشاة فاحتلبت، فشرب النبي وشرب أبو بكر وشرب بلال رضي الله عنه وأرضاه وهو لم يسلم. فلما أسلم، فلما عرض عليه النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن شرب أسلم، وأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يكتب إسلامه. لاحظ يا شباب، النبي يأمره أن يكتب إسلامه فكتب إسلامه وهو ابن 32 سنة، كتب إسلامه وما علم به أحد
وجعل يتردد على رسول الله في دار الأرقم. أبي الأرقم يتلقى التربية، يتعلم من النبي، يجلس في بيت النبوة، يتربى على يد رسول الله، فيقول له النبي: ابشر يا بلال، لقد أصبحت أخا لمن؟ لأبي بكر وعثمان وعلي وخديجة وعمار وياسر وسمية. فتفاجأ: أنا كنت عبدا عند أمية وإذا بي أصبح أخا لهؤلاء الأكابر. عجيب، أي إسلام هذا؟ فكبر في نفسه وشاف أن هذا الدين هو اللي يرفع قيمة الإنسان، ماهيش الأموال، ماهيش المكانة في العرش، ماهيش الموقع اللي تكون تحتل، ماهوش المنصب. قيمتك بما الالتزام بدينك. النبي صلى الله عليه وسلم يقول له: أبشر يا بلال، فقد أصبحت أخا لأبي بكر. أبو بكر سيد في قومه، ولذلك يأتي يوم يقول سيدنا عمر: أبو بكر سيدنا، وأعتق سيدنا. هذا الحبش الأسود اللي كان الناس ينظرون إليه على لونه، على بشرته، على شعره مجعد، يخدم عند الناس، إذا بسيدنا عمر هذا العظيم الفاروق يقول: أبو بكر سيدنا وأعتق سيدنا. سبحان الله، ما أجمل أن نتلاهى فيها أحبتنا، في أن نأخذ هذا الدين في قلوبنا وأن نلتزم به في حياتنا بجوارحنا حتى نصنع الحياة كما صنعها الذين سبقونا بالإيمان. الله في ديننا يا إخوانا. هؤلاء الذين سبقونا بالإيمان، هؤلاء هم قدواتنا، هؤلاء الذين يجب أن نقتدي بهم وأن نذكرهم في كل وقت وفي كل آن حتى نصنع الحياة كما صنعها، كما صنع